السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. عايزة اقول لكم بقى النهارده اللي عايز يعمل مشروع يتابع بطة ويشوف قناة بطة. على فكرة هخليكي يبقى في ايديكي الدهب. اعملي اللي بقولك عليه، بس قبل ما اقولك ايه اللي هقولك عليه، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. بصي حبيبتي، من 120 جنيه هخليكي تعملي مشروع. هتقولي لي ايه يا بنتي يا بطه المشروع؟ اقول لك الاول احنا هنعمل ايه الاول مع السمين. السمان عشان تربيه ويبقى حلو معاكي وينتج لك كتير لازم تعملي ايه بدائياته. جبناه نحطه في كرتونه. ليه يا بنتي يا بطه في كرتونه؟ هو ده ضعيف قوي، ما ينفعش يتحط في حته هوا خالص، وخاصه في الجو اللي احنا فيه. طب كده بس يا بنتي يا بطه؟ اقول لك لا، تحطي لازم نشاره تحتيه. النشاره دي تحطي تحتيها كرتونه كمان اهي باينه اهي. الفرش الكرتونه كده. النشاره ليه؟ النشاره هتدفي رجليه وهتدفي المكان، ولو وقع شويه ميه هتمتصهم بسرعه. وفي نشاره حمراء ونشاره بيضه، خليكي مع النشاره البيضه، لان هي انت بتصرخي ليه يا بنت؟ بتصرخي ليه؟ بتصرخي ليه؟ كده النشاره البيضه احسن واصح. طيب هنعمل ايه تاني يا بنتي يا بطه؟ حطينا النشاره وحطينا فرشه تحتيها. طيب المسقه دي ما تحطيش مسقه كبيره، وكمان اوعي تحطي في فخار، اللي هي المسقات اللي في فخار دي. اقول لك ليه؟ لان لو الفخار دي هم صغننين هيسقطوا فيها مش هيطلعوا. ادي كده تاني حاجه. طيب احط لهم نور يا بنتي يا بطه ولا كفايه الدفى اللي انا عاملاه؟ اقول لك لا، اللمبه اهي، اللمبه اهي. اوعي تحطي الطيور الصغنونه دي، وخاصه الكتاكيت وكتاكيت السمان، من غير اللمبه. اللمبه دي بتدفي، لو انت سقعتيهم اتكلوا بقى على الله ومتزعليش منه. طيب نعمل ايه تاني يا بنتي يا بابا يا بطه؟ نشوف بقى التغذيه بقى السليمه، نغذيهم ازاي. بصي يا عسولتي، شايفه العلف بطحنه. طب ما هو ناعم. اقول لك لا، الناعم تنعميه اكتر. هما ليهم بق. طب بصي بالله عليك، هما ليهم بق. بصي البق الصغنن ده، هي ليها بق. كتكوت الاموره دي هي ليها بق. يخشي عليك يا عسوسي دي. طيب طب هنعمل ايه بقى في الاكل يا بنتي يا بطه؟ هنحط العلف اهو. بصي ناعم ازاي اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طيب هحط ايه؟ هحط برضو حبة البركة وسمسم. يا السمسم، استنى. السمسم بقى يغذيهم لي اكتر مع العلف، ويخليهم لك ايه؟ الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. هتحطي حاجة تاني هقولك. انا كده النهارده اهو حطيت حبة البركة وحطيت السمسم وحطيت العلف. الميزة في المهم قوي في السمان، ما بتضغطيش عليه قوي في مضادات حيوية، بالراحة واحدة واحدة. ليه؟ لان هو معدته رقيقة قوي وصغنونة جدا. طيب بصي بتزمري ازاي؟ بتزمري ليه؟ طيب المشارك بقى اللي لسه معانا بقى في القناه يكمل معانا يشترك وما ينسالوش. عايزه لايكات كتير كده وتشجعوني دعموا القناه. بس بتعملي ماشي ما علينا. اقول لك بقى حبيبتي نعمله مشروع ازاي. لو جبتي 10 جواز، الجوز ب7 جنيه. جوز السمان اللي هما فردتين ذكر وانتايه ب7 جنيه. طيب لو جبتي 10 جواز، اضربي 10 في 7 بكام؟ ب70 جنيه. لو زودتي شوية وخليتيهم 15 جوز، يعني مثلا لو قلنا جبنا ب120 جنيه كيلو علف وسمان، حوالي 15 جوز سمان. طيب هتعملي ايه؟ هتحطيه عندك كده في كرتونة ببلكونة. اي والله ببلكونتي اهي. طيب في البلكونة دي هيقرفك فيها ابدا. السمان الحاجة الوحيدة اللي عامل زي الحمام، لا يمكن يعمل لك ريحة ولا هموش ولا اي حاجة، وطول ما بتنضفي الدنيا معاكي زي الفل. طيب يا عسولتي هتعملي ايه؟
تقومي بقى حاطاه عندك في البلكونه. كمان في ميزه هي ممتعه او هايله، لو كنت عايزه اقول هايله، ممتعه قوي في السمان. ما بيحتاجش مساحه كبيره. يعني الفراخ كتاكيت لما تربيها كل شويه عايزه تزودي المساحه بتاعتها. لا السمان لا، لان السمان ديته في الاخر صغنن كده كده، حتى لما بيكبر هو ايه زي الحمام، ما بيبقاش عايز مساحة كبيرة. طيب لو انت ربيتي، هو بيكبر من 28 يوم ل 30 يوم. بالله عليكي لو انت جبتي مثلا خلينا في ال10 تلوين، 10 تلوين بعتي 5 وكلتي 5، مش وفرتي وجبتي مصروف من غير ما تتعبي ومن غير ما تخرجي ومن غير ما تعملي اي حاجة. وكمان في نفس الوقت مش محتاج خدمة جامدة، هو غير البط تقعدي تكحتي وتنضفي وتعملي ابدا. ده يا حبيبتي مش محتاجة، هتكنسي النشارة هتكنسيها كده بس، مش هتعملي حاجة تانية. يعني النشارة بصي هتتكنس، لان هو مش بيزروت، بمعنى اصح بالبلدي كده مش بيزروت ولا بيبلبط مكانه، وفي نفس الوقت اكلته ضعيفة وما بياكلش اي حاجة تانية. هنقولك بقى بالتدريج اللي نزود بيه الاكل من غير ما نتكلف ومن غير ما نحط علف كتير. يعني انا حطيت السمسم، مش هقولك بقى المفاجآت الجاية، الا انك انت لازم تتابعي قناتي، ولو عايزة تعملي مشروع تابعيني واعملي اللي بقولك عليه في البلكونه عندك. والله حتى لو حطيتيه في قلب الشقه ما هيضرك ولا هيعمل لك ريحه ولا هيزهقك، وفي نفس الوقت هتعملي مشروع حلو، نصه تاكليه ونصه تبيعيه. ايه رايك بقى في الوصفه ديت؟ نكمل بقى فيديوهاتنا الجايه وهقولك تعملي مشاريعك ازاي. هتقولي طب وانتي يا بنتي يا واد عملتي ايه؟ اقولك انا برضو الحمد لله اديني ماشيه بنفس الطريقه، نص كده ونص كده. بجيب على قدي، وانا لازم اجيب 1000 واحده؟ اجيب 10 ب10، 15 ب15، نصهم اكله ونصهم ابيعهم. وبكده حتى لو عملت كده وعايزه بعد كده حتى ما تشتريش علف، النص اللي انت تبيعيه اشتري بيه علف وعينيه، وهاتي جزء تاني من السمان، تبقى انت ما اشتريتيش حاجه ومنها فيها يا معلم. وايه رايك في الكلام الجميل ده؟ اتمنى بقى اللي يشوف قناتي يشترك فيها ويشجعني، واللي عنده اعتراض على كلامي يقول لي، واللي بيعمل وصفاتي يقول لي عليها. وانا بتبسط قوي بتعليقاتكم، وربنا يا رب يبارك لي فيكم ويديكم الف صحه وعافيه ويرزقنا جميعا من وسع. واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.